اتربينا زمان لو عندنا حالة وفاة في الشارع أو عند الجيران بنطفي التلفزيون تماما، ولو التلفزيون اتفتح بسبب وجود أطفال في البيت حابين يتفرجوا عليه بنوطي الصوت تماما، لأنها بتبقى عيبة كبيرة قوي لو حد حس أو عرف إننا فاتحين التلفزيون. اتربينا زمان لما يبقى عندنا فرح وفي حالة وفاة عند الجار أو في الشارع برضو بنروح ونستأذن من أهل المتوفي إننا نكمل فرحنا، وفي الحالة دي الفرح بيكون على الساكت تماما. يعني إيه على الساكت؟ يعني من غير دوشة الأفراح، لا طبل ولا مزمار، مراعاة لشعور الجار. خسارة كبيرة، عادات وموروثات وتقاليد جميلة ورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا ضاعت مننا في زحمة الحياة. في رأيك لسه في مكانك اللي انت موجود فيه العادات دي لسه موجودة ولا انتهت برضو؟ سلام. اتربينا زمان لو عندنا حالة وفاة في الشارع أو عند الجيران بنطفي التلفزيون تماما، ولو التلفزيون اتفتح بسبب وجود أطفال في البيت حابين يتفرجوا عليه بنوطي الصوت تماما، لأنها بتبقى عيبة كبيرة قوي لو حد حس أو عرف إننا فاتحين التلفزيون. اتربينا زمان لما يبقى عندنا فرح وفي حالة وفاة عند الجار أو في الشارع برضو بنروح ونستأذن من أهل المتوفي إننا نكمل فرحنا، وفي الحالة دي الفرح بيكون على الساكت تماما. يعني إيه على الساكت؟ يعني من غير دوشة الأفراح، لا طبل ولا مزمار، مراعاة لشعور الجار. خسارة كبيرة، عادات وموروثات وتقاليد جميلة ورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا ضاعت مننا في زحمة الحياة. في رأيك لسه في مكانك اللي انت موجود فيه العادات دي لسه موجودة ولا انتهت برضو؟ سلام.